السلام عليكم الخوت، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله عندنا واحد التحدي جديد، ندخل ان شاء الله الاعماق لداخل ونقلبوا واش كاين شي اسماك اليوم ولا لا. صراحه خرج الاخوان خرج معطل، وغادي ما نطولش لكم الخوت، غنتوكلوا على الله على مولانا. الربعه اقسم هنا الاخوان، يعني ما بقى والو. الغروب الخوت، الغروب يعني ما بقى والو. غادي ندخل ان شاء الله حتى الغروب ان شاء الله، ونشوفوا واش غادي نتمكنوا ونصيدوا الحصيله ان شاء الله. مازال الاخوان خاصني نفوت هذا الموج هذا، مازال يعني جيت لقيت هذه الحرب ذاك يوعد، غادي ندخل على الله على مولانا. يا ربي التيسير، يا ربي تكون شي حصيله ونفرجوكم ان شاء الله على مولانا. صراحة أنا الإخوان كنت فاجئ بهذا الصفاوة، اللهم بارك. يعني مباشرة بعد وصولي للمصيد أول غطسة غادي ندير، يعني الأسماك كتبان لي من فوق السطح أسماك يعني مختلفة مثل الصار طامبور وكذلك الحداد والشرغو الصغير، يعني أسماك كترعى وكتبان لي من الفوق، اللهم بارك. حاولت يعني نترصد وندير صيد بالانتظار، ولكن ما بانش لي شي سمك اللي كبير الحجم، وكذلك اضطريت أني نقلب في الجحور، وللاسف لقيت غير اسماك اللي هي صغيره، يعني ماشي ديال الصيد. الاخوان كما كتلاحظوا معايا شرغوا داخل الجحر. بالنسبه للاخوان الغطس والصيد حتى الماء، طبيعه الحال هو واحد الوسيله للاستمتاع والاسترخاء، وكتبقى واحد التجربه اللي هي فريده ممتعه للهروب بطبيعه الحال عن الروتين اليومي ويوم شاق من العمل الاخوان. فهنا كملاحظه الاخوان، فرا خرجت يعني من العمل يعني من السادسة صباحا للرابعة زوالا، ومباشره هبط البحر. الاخوان هدايا لقيت واحد السنور، اللهم بارك. غادي نهبط دابا نوريه لكم مزيان بحجم جيد، اللهم بارك. صراحة ملي كتكون الصفاوة يعني كتكون متعة زوينة في الصيد، واخا كتكون قليلة الأسماك، ولكن بعد عدة محاولات الحمد لله استطعت أنني نلقى هاد الصنور كما كتلاحظوا معايا. يعني فيزيت ليه على الراس ديالو، ونحاول أنني نضربو الدماغ ديالو كما كتلاحظوا معايا، يعني ضربة بقتلة باش ما تلقاش معاه صعوبة أنك ما تبقى مضارب معاه في الغار. يعني كتجبدو بكل سهولة كما كتلاحظوا، يعني خاصك تقتلو في الراس كملاحظة الإخوان، وكما بغى يكون الحجم ديالو. وهذا بطبيعة الحال صنور زوين من الحجم جيد، اللهم بارك. قال الله وبارك. هذا الوحش صيد الأسماك بالرمح الإخوان ماشي غير مجرد هواية، بطبيعة الحال هو واحد التجربة اللي هي شاملة، كتخلي واحد الأثر لجميع مزاولين هذه الرياضة وكيعشقوها، يعني حتى الجنون. يعني أي واحد تيزاول هذه الرياضة أو لا غير كيجربها وما كيبقاش يتخلى عليها، بحكم يعني أنه كيعيش واحد الأجواء اللي صعيبة واللي فيها واحد نوع من المغامرة.
صراحة الإخوان يعني مدة هادي ما شفتش بحال هاد الصفاوة هادي، بحكم أنني كنغطس في المحيط الأطلسي، يعني أكثرية كيكون يعني قليل، كتجي مرة في شحال، والحمد لله. يعني ما بغيتش نضيع هاد الفرصة ديال اليوم. كما كتشاهدوا أسماك الشرغو فهي صغيرة وما بغيتش نضربها، يعني كنقلب على شي حاجة اللي كتكون كبيرة، يا إما في الجحور أو لا كترعى يعني في الجانب ديال هاد الجحور هادي. الخوت دابا الغروب كيما لاحظتوا معايا، ها هي الشمس قريبة تغرب. المهم نهضرت واحد الحافلة، الله يجعل شي بركة الخوت.
كما كتلاحظوا دابا راه طاحت الظلمه صافي. الله يجعل شي بركه. انا راه غادي نمشي الطريق نخرجوا ان شاء الله ونوريكم الحصيله. صراحه المهم واحد القيله الله يجعل شي بركه. ندوها للدار ان شاء الله ونديروا لها شي طريقه ديال الطهي ان شاء الله. تمشيو كاع المهم صراحه كان هو اللي كان الاخر الخوت تحرك واحد الكره نخيف وتحرك البحر. الخوت الحمد لله راه خرج بخير وعلى خير. واخا طاحت لي من الظلمه كما شفتوا يعني دغيا داز الوقت والحمد لله جينا واحد المقيله. الله يجعل شي بركه. غنوريها لكم دابا. حصلنا اللهم بارك تبارك الله. الصنور مليح. انا الاخوه هو جبنا واحد 3 كفياسات. المهم شريغو بوريا الاخوان. هذه هي الحصيله ديال اليوم الخوت. الله يجعل شي بركه. استطعنا الحمد لله اننا نجيبو العشاء ديالنا واخا داكشي صعيب الخوت. الغطس كيبغي تكون مرتاح مريح عكس انك تكون خدام. لاحظت دغيا كيكون الارهاق بزاف. المهم الحمد لله الله يجعل شي بركه. دابا هادو غنديرو لهم شي طريقه ديال الطبخ ان شاء الله على مولانا. لا الخوت الصنينير ديالنا قطعنا منه غير واحد طريف وداك الشرغو وديك البوريه. اللهم بارك. غادي نشوفهم ان شاء الله دابا غنتعشاو بهم على بركه الله. نحطو الطريفات قطعتهم على شكل دوائر بحال هكا. غنشوفو الحصيله ديالنا. يا سلام الكبده ديالها الخوت مهم. هاد الكبده هي كلشي ديال الصنور. شر منا درنا عليها عطريه ديال الحوت الخوت والربيع وكلشي. والله شي ناضي الاخوان. قطعنا منه غير طريف. الطريف الفوقاني هو اللي قطعناه. بسم الله. الصنور ديالنا راه قريب يوجد الخوت. ندوقو الكبيده ديالنا. هانتوما كما كتلاحظوا. يا سلام صراحه هادشي كيشهي الخوت. الكبيده ديالنا الاخوان. يا بسم الله رائع. احسن حاجه كتعجبني في الصنور هي الكبده ديالو. زوينه قلت لكم بنتي راه زوينه راه زوينه. ماشي بس زوينه الاخوان الغط. واخا انها ما كتكونش شي حصيله كبيره ولكن كتجيب المقيله ديالك. كتجيب العشاء ولا الغداء ولا اي حاجه. المهم كتجيب المقيله ديالك تجيبها تشاركها مع الوليدات ديالك والاهل ديالك. وصراحه هادشي راه نعمه كبيره الاخوان. الحمد لله كما شفتوا واخا هادشي مشيت معطل ولكن الحمد لله قلبت على الدراري وداكشي ما كتبش وداكشي اللي كتب شريغوات. هاد المقيله هادي انا الاخوان كما درت لهم نفس العمليه. كتحلهم من الظهر ديالهم تفتحهم من الظهر وشرملناهم مزيان بالعطريه بحالهم بحال الصنور. الاخوان الله يبارك. الشراب بدا كيطيب. المهم هادشي الخوت. المهم هادشي الاخوان غنتعشاو به. كنشارك معكم الاجواء ديال الطبخ بجوار المنزل ديالي والمتواضع جدا. يعني كنشارك معكم حتى طرق ديال الطبخ وطرق ديال الصيد وبزاف ديال الامور اللي كيستافدوا منها ولا يبقاو يستافدوا منها ان شاء الله بزاف ديال الاجيال. وتابعنا كيسالي هذا الفيديو. شكرا لكم اخوتي بزاف على لايك ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى السبور ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ومغامره جديده. تحياتي لكم. السلام عليكم.